من بين المشاكل يعني الكبيره اللي كتعاني منها التربه في المغرب، يعني المشكل الاول هي نقص في هذه الماده العضويه. خصنا نردوا للارض داكشي اللي هو ديالها، داكشي اللي كتفهم ليه وداكشي اللي كتستوعبه. اشنو كتستوعب؟ شي حاجه اللي هي طبيعيه وشي حاجه اللي كتقدر تحللها وشي حاجه اللي خرجت منها. احنا شنو ولينا كنعطيوها؟ ولينا كنعطيوها اسمده الكيميائيه. هو هذيك الاسمده الكيميائيه شنو كتغذي؟ راه ما كتغذيش التربه، كتغذي بصفه خاصه النبته. يعني وداكشي النبته كتاخذ داكشي اللي كفاها، وداكشي اللي كيبقى في الارض، وتراكم ديال دوك المواد من بعد كيقتل هذه الارض هذه. الفلاحه الطبيعيه كتركز بشكل اساسي على التربه، وهذا التوازن كيجعلنا نتمكنوا من الفلاحه الطبيعيه باش تعطينا منتوج مزيان وكثير. لهذا من بين الامور اللي جات بها هذه الفلاحه البيت ساندويتش، كنعتمدوا عليه للمحافظه على المواد العضويه والكائنات الحيه اللي كتكون متواجده في التربه. فكل ما كانت التربه غنيه بهذه المواد كل ما كانت الفلاحه جيده والمنتوج ممتاز. غنديروا المواد العضويه، يعني داكشي ديال الارض، يعني حتى هو غذاء ديال الارض. يعني كاع داكشي اللي كيشيط لينا من الضيعه ديالنا ديال الربيع مثلا، ديال العواد وهذا كنجيبوه هنا. هاد البيت ساندويتش شنو هو الدور ديالها؟ هو كنحفروا واحد الحفره تقريبا فيها 50 حتى 60 سنتيم على حسب القدرات ديالنا وعلى حسب المواد اللي متوفره عندنا. كنجيبوها كنعمروها شويه بالماء، هذا كنجيبو من بعد العواد. من الاحسن الا كانوا عندي العواد اللي هما غلاط بزاف هما اللي يجيو لتحت، حيت ما غاديش يتحللوا بالزربه. ومن الفوق كاع كندير الغبار ولا الكومبوست. الا شفتوا غير هنايا راه درنا الغبار، درنا يعني المواد، درنا الورق ديال الاشجار، عاد درنا التراب من الفوق، حيت خص ضروري يكون التراب اللي غادي يشدوا فيه الجذور وهذا. البيت ساندويتش كيوفر العديد من المزايا والايجابيات للتربه. اولا كيحافظ على الماء وما كنبقاوش نسقيو التربه بزاف لانها كتبقى رطبه بسبب الجذور. وزياده على ذلك البيت ساندويتش كينقص علينا الخدمه في الارض لانه كيحافظ على المواد العضويه اللي كتحلل بشويه بشويه وكتستافد منها التربه لمده طويله تقدر توصل حتى ل4 سنوات. وهذا الشيء كامل عطاتو لينا الفلاحه الطبيعيه. بالنسبه لهاد لابيت اللي قدامنا، يعني بحال هذيك اللي كنا كنصايبوا فيها، يعني حتى هي حفرنا ودرنا المواد العضويه لتحت، درنا الماء، هذا درنا التراب وزرعنا فوق منها النعناع، وهذه تقريبا عامين يعني. وكتلاحظوا ان النعناع باقي كيعطي نتيجه اللي هي جيده.